فالمؤمن يسعى جاهدا في ليله ونهاره وحله وترحاله أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. تلك هي السعادة العظيمة والتوفيق، وأن لا يلتفت القلب إلى مخلوق كائنا من كان، وإنما يكون القلب متعلقا بالله سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. فمن حقق التوحيد كان قلبه متعلقا بالله ساعيا إلى مرضاته. وإذا ضعف الإيمان والتوحيد التفت القلب يمنة ويسرة لإرضاء فلان وفلانة بفعل ما يوجب سخط الله عياذا بالله رب العالمين. وأعجبتني كلمة للعلامة محمد بن آمان الجامي، حيث قال فيما معنى كلامه رحمه الله: إذا رأيت الرجل يحبه جميع الناس على اختلاف طوائفهم واختلاف أفكارهم فاعلم أنه مداهن. اعلم أنه مداهن. ابن القيم رحمه الله ذكر فائدة عظيمة جليلة في هذا المبحث القيم النافع من كتابه القيم النافع مدارج السالكين. قال رحمه الله: وقد جرت سنة الله التي لا تبديل لها أن من آثر مرضات الخلق على مرضاته سبحانه أن يسخط عليه من آثر رضاه. سبحان الله، يعامل بنقيض القصد. عصى الله ليرضى عنه فلان فيسخط الله فلانا عن فلان. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.